عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، آسف إن أنا اتأخرت عليك، بس ما عدتش السنة أهو، نزلت فيديو قبل سنة. هناك موضوع هرش في دماغي في صباح الجمعة وحبيت أتكلم فيه شوية، وعارف إن حضرتك هتستغربها سيكا، بس كمل معايا، واحتمال بسيط وأنت بتستغرب تقرف. عايزك تعلى معايا بالطموح قوي. بص، ده قوي. إيه أكتر حاجة استغربتها واشمئزيت منها في نفس الوقت؟ الكومنتات تحت افرش فيها اللي أنت عاوزه، وأنت طالع من الكومنتات هتلاقي فيه زرار أحمر كده اسمه سبسكرايب، اضغط عليه زي ما الدنيا ضغط عليك بالظبط، وفعل الجرس وطلع له قرنين عشان يوصلك إشعار بكل حلقة جديدة إن شاء الله السنة الجاية بقى. مش هنطول، ما تقلقش. السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ معاكم دكتور عبد الوهاب. دلوقتي لو سالت حضرتك او سالتك بالاخص ايه طرق معرفه ان المدام حامل، هتقول لي عادي، في بتاع شريط كده بيتباع في الصيدليه بناخده والمدام بتعمل عليه نقطه من البيبي فبيجي علامه فنعرف انها حامل. انا معاك وزي الفل، وبيبقى صح بنسبه 85%، يعني الخطا فيه تقريبا غير وارد. ولما نحب نتاكد اكتر بنعمل اختبار حمل بالدم، او حتى بنروح للدكتور بنعمل ايه، سونار عزيزي. ماشي، هتقول لي فين الغريب هنا؟ حته البيبي هي اللي مقرفه يعني عزيزي. قلت لك ايه؟ اعلى بالليفل. توقع، بص، اعلى لحد درجه اشمئزاز لم تصل لها من قبل. يلا تعالى، مش تعالى هنا، لا تعالى نرجع سوا بالزمن كده لحد ما نوصل لقرون 1900 وخشب. وصلنا لمصر القديمه اللي هي ايام الفراعنه، مش اللي جنب رمسيس. زمان ما كانش لا فيه صيدليه ولا ايه تحليل حمل، وما كانوش بيعرفوها لما المدام تتنفخ، كانوا بيعرفوها بدري. المدام بيبدا يجي لها اعراض الحمل، اللي هو شويه دوخه، تبدا ترجيع، شويه وحم. تقول له يا ابو ادم راع، انا بتوحم على كبده اشوريه او شاورما هكسوسيه. فيقوم ابو ادم يقول لها ايه ده، هي زرعت، ويروح واخد بعضه. تقريبا المدام بتتوحم، ويروح لاقرب مسله ويجيب لها ايه طلباتها. عايز الواد يطلع في دماغه حته كبده اشوريه او حتى شاورما هكسوسيه. المهم ابو ادم وهو راجع من على طريق الكباش بيجيب كيسين. زمان ما كانش فيه اكياس، كان جايب اواني فخاريه، احد الاواني به قمح والاخر به شعير. اكيد مش هيعملوا كرواسون وشويبس جولد عزيزي، وما تنساش شويبس دي مقاطعه من اللي ما يتسمى. يقوم ابو ادم رع باخذ احد الاواني الذي يحتوي على القمح والاخر الذي به شعير، ويعطيه لام ادم رع، ويقول لها يا ست الكل، ساعطيك ما طلبتي ولكن تبولي في تلك الاواني. اجل يا عزيز. هتقول لي ايه القرف ده؟ اقول لك البول ما هو الا الماء الزائد عن الجسم مع خروج بعض العناصر والمعادن الزائده وخروج نواتج ايض الخليه. كل ده دايب في الميه اللي بيبقى لونها اصفر وريحتها نشادر التي نسميها بول، فلا داعي للقرف. منها واليها نعود. طبيعي القمح او الشعير هيشربوا الميه بتاعت البول دي، وهيبداوا واحده فيهم ينبتوا الاول. فلو واحده فيهم نبتت، مبروك، امك حامل. لا، ومش بس كده، ده قدروا يوصلوا لنوع الجنين. لا، ومش كده وبس، قدروا يحددوا نوع الجنين عشان يحددوا لون السربت ازرق ولا بامبي. على مين يابا؟ ده احنا القدماء المصريين. سوي لايكا وسبسكرايبا، شايفك وهجيبك. نكمل موضوع. فلتاخذ عندك، لو الشعير اللي نبت الاول فهو ولد، والف مبروك يا ابو ادم رعا. لو القمح اللي نبت، الف مبروك تاني، المدام جابت لك امونه الصغننه نوقدها. ومنها الحين حتى الان اي واحده قربت تفقس بنسالها قمحه ولا شعير. طيب، هل اللي عملوه القدماء المصريين دوت بالفعل كان له سبب علمي ولا هم كانوا بيهروا في الفتي؟ الموضوع ببساطه يا رجاله ان المصريين القدماء ما كانوش زينا. الفتي جه مع الهكسوس وهم داخلين. يعني احنا مش فتاين خالص 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 بالفطره. ان في شويه هرمونات بتيجي مع الحمل، زي مثلا هرمون اتش سي جي، وشويه هرمونات انثويه لا داعي لذكرها. لو انت معانا في كورس الاحياء كنت عرفتها. الناس اللي هم معانا في ثانويه عامه، انت قرايبك في ثانويه عامه، اختك في ثانويه عامه، امك في ثانويه عامه، اي حاجه انت في ثانويه عامه. المهم اي حد، جيرانك، صحابك، اخواتك، كلهم دكتور هوبا بيمسي وبيقول لك القناه الثانيه. تمام، القناه الثانيه، ما احنا عندنا القناه قربت تقفل نص مليون فوق اهي. خليه ايه، خليه يروح هناك. هنا احنا بندردش كلايف ستايل. وحشتني يا عزيزي. نرجع لموضوعنا. شويه الهرمونات دي بتيجي بتعمل وظائفها في الجسم، وبعد كده بتروح للكبد تتكسر، تتفلتر عن طريق الكليه، تنزل في البول. البول بتاع الست الحامل غير البول بتاعنا، بيكون فيه شويه تكسيرات للهرمونات دي، ودي بتحفز الجنين بتاع الشعير او القمح ان هو ينمو ويبقى فيه نونو. ويلا تعالى دنيتنا، وبنورك نور بيتنا. تلبس دح وتتدحدح، تاكل الماما وتقول ماما، تلعب معنا وتتمرجح، وبنورك نور بيتنا. بس يا سيدي، لو عجبك الفيديوهات التلقائيه من النوع دوت اكتب لنا في الكومنتات تحت. وحشتني يا عزيزي والله. القناه دي انا احس وانا بفتحها كده بيقول لي مرحبا مرحبا. معلش والله مشاغل، والله مشاغل، والبيزنس اخدني منك. بس الفتره الجايه هتلاقيني بقى واخد كاميرات كده عمال الف يمين وشمال ورايح فوق وتحت وطرشوخ اللي ما علينا. في حوارات كتير قوي قوي عايز احكيها لك يا عزيز. ما تنساش بقى تعمل لنا عشان احكي لك الحوارات ديت اللايك وشويه الحاجات بتاعت الناس اليوتيوبرز دول. عشان ايه؟ يلا استنى عزيزي. هتلاقيني بقى لاجئ على الانستجرام عشان عايز تتواصل معايا وكده، والكومنتات بتاعتك بقراها. انستجرام، فيسبوك، تيك توك، عشان لو في يوم شفتني تقول لي انا عارفك يا دوك. واخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. and as always BLTMB safe. انا عايز اكل.